السلام عليكم، معكم خولة من قناة وسيط خولة. مرحبا بكم. فاليوم في هذا الفيديو كنقدم الوصفة ديال خبز اللب او بان دومي او كذلك التوست، لاننا فاش كنقريوه تيولي توست. كيجي رائع بزاف واحسن من ديال المخبزات بزاف وكيصدق 100%. فتبعوا معايا الوصفه وان شاء الله غتعجبكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فما تنساوش تشتركوا فيها بالضغط على الزر الاحمر ابوني، سبسكرايب او اشتراك، وضغطوا على الجرس عفوا باش يتفعل ويبدا يوصلكم اي جديد. اذا ندوز دابا للطريقه والمقادير. كنحتاجو ملعقه صغيره ديال الملح، ملعقه صغيره ديال السكر سنيده، كأس ديال الحليب بهاد العبار ديال الكأس اللي في الصورة، ملعقة كبيرة ديال الخميرة الفورية، 4 ملاعق كبيرة ديال الزبدة المذابة. كنخلطوا هاد المكونات كلها مع بعضها بالضرب اليدوي حتى كتنسجم لينا. وكنحتاجو كذلك نصف كيلو 500 غرام ديال الدقيق الابيض، وكأس ديال الماء الدافئ بنفس العبار اللي عبرنا يعني به الكاس ديال الحليب. فكنخلطو مزيان، ثم كنضيفو نصف كمية ديال الدقيق الابيض، وكنزيدو عليها نصف كمية ديال الماء، نصف كأس ديال الماء الدافئ. كنخلطو جيدا، ثم كنضيفو باقي الدقيق الابيض وكنخلطو، وكنضيفو يعني الماء اللي بقى نصف كأس الماء شيئا فشيئا. ما كنجيوش نزيدو حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون هي نسبيا يعني شيئا ما غدا بقى يعني مرخوفه. ما كيخصهاش تكون مجموعه بزاف، كيخصها تكون مازال كتلصق لينا في يدينا. كنبداو نزيدو الماء حتى كنحصلوا على داك القوام اللي كتكون مازال كتلصق في اليدين. فحنايا فاش غادي نبداو ندلكو فيها يعني بالطريقه العاديه اللي كنعجنوا بها الخبز، حنا كندلكو ما كنضيفوش الدقيق، وهي كتجمع راسها لراسها وكتجي رطبه، يعني كيجي من الداخل القوام ديالو هائل، يعني كيجي ديك القشره الخارجيه مقرمشه والداخل كيجي رطب وهشيش. فصراحه هذا الخبز ديال اللوب كيجي رائع، احسن بزاف من داك اللي كناخذوه في المحلات التجاريه او المخبزات. وكنقدموه بالشكل العادي يعني ديال بان دومي، او ممكن كذلك نكريوه في المحمصه ديال الخبز او في الاله ديال بانيني. وحتى لما متوفرينش عندنا فكنديرو غير في مقلاة فوق النار حتى كياخذ لنا داك اللون وكيتقرمش، فكيجي بحال الطوست، كيجي رائع صراحه، غير جربوه. فبهذا الشكل هذا كنعجنوها يعني بالشكل العادي، وما كنضيفوش ليها الدقيق، واخا كنشوفوها مازال كتلصق لينا في يدينا كنبقاو غير كندلكوها حتى هي كتشد راسها وكتولي يعني متماسكه ورطبه. فهاد البان دومي هذا كيعجب بزاف الدراري الصغار، يعني في الفطور ممكن تقدموه ليهم مدهون بالفرماج او الشوكولا ديال الدهن، وكذلك يعني كوجبه خفيفه للعشاء او الكوتي ديال ليكول. كدهنوا بالفرماج او الجبن وكتسرحوا فوق منه الكاشير المنزلي. راه غتلقاو الوصفه في القناه ديالي ديال الكاشير اللي كيتصنع في المنزل، وكذلك جبن ساندويتش. وكتبريسيوه في الاله ديال بانيني او في المقلاة اللي ما كانتش متوفره عندكم الاله البانيني، وكتقدموه اليوم كيعجبهم بزاف، كيجي بحال ساندويتش خفيف يعني بزاف ما يدار به، غير جربوه. فمن بعد ما كنسالي العجينه كنورقها بالمدلك بشكل عادي، يعني ما خصهاش تكون شي حاجه يعني مقاده، غير شي شويه كنورقها وكنبدا نلوي. وما ما كنرش يعني طاوله العمل ما كنرشهاش بالدقيق، كنخليها هكذاك باش ما تقصحش لينا العجينه. الا لصقات لينا كنبداو نحيدوها بشويه ماشي مشكل. نبداو نقادوها ونجمعوها باش تجي لينا في القالب ديال الفرن. كناخذ واحد شويه ديال الشوفان او الخرطال، وكذلك شويه ديال الزنجلان اي السمسم، وكنبدا بعدا يعني القالب ديال الفرن فكنكون دهنه بالزيت او الزبده ورشه بالزنجلان او يعني الخرطال اللي هو الشوفان. كذلك العجين كندهنوه بالزيت
وكان يعني ندردر عليه او نرشو بداك الشوفان. يعني ممكن نديرو اي نوع من دوك الزرارع، يا الشوفان يا الزنجلان يا ديك الزريعه يا اي نوع، ماشي هذيك الحبه السوداء، كلشي كيجي زوين وكيجي صحي وكياكلوه الدراري الصغار وكيعجبهم. فهذا هو المهم، اهم حاجه كناكلوا الحاجه وتكون بنينه وفي نفس الوقت صحيه، يعني كنستافدوا منها. فالشوفان راه كلشي عارف المنافع ديالو هو والزنجلان. فكان يعني كان من جميع الجهات كان نمرمدو مزيان في داك الخرطال اي الشوفان، وكنحطو في القالب ديال الفرن اللي توا كيكون مدهون بالزبده او الزيت ومرشوش كذلك بالزنجلان والشوفان. وكان يعني كنقدروا نستعملوا هذا هكذا عادي، وكندخلوه يعني الفرن هكذا او داك اللي عنده الغطاء ديالو. فانا هذا عندي الغطاء ديالو، حتى الغطاء كندهنو وكنرشوه بنفس الطريقه وكنسد عليه. كي قلت لكم ممكن نديروا غير يعني القالب اللي ما فيهش الغطاء ديالو، فتا هو كيجي مزيان، كيجي بومبي من الفوق، كيجي زوين. فكنسد عليه وكنخليه يخمر تقريبا واحد الساعه د المكانه. من بعد ما كيخمر فبهذه الطريقه يعني كنطلعوا عليه كنلقاوه خمر، يعني طلع للسطح كما كتشوفوا، كتكون داز تقريبا واحد الساعه المكانه. فهاد الشكل هذا يعني دابا كنقدروا ندخلوه الفرن كيطيب بشكل عادي بحال الخبز، تشعل الفوق والتحت وحنا حاضرين معاه باش ما يتحرقش. كيجي بهذا الشكل كما كتشوفوا كيتحمر. كنحيدوه من القالب ديال الفرن باش ما كيعرقش لينا فيه وكيفزق. فمن بعد ما كنحيدو هذا هو الشكل النهائي ديالو، كيكونوا دوك الشوفان شد فيه مزيان. كنخليو تي كيبرد تماما عاد كنقدروا نقطعوه، حيت الا قطعناه قبل فكيبدا يعني كيتفرتت لينا. وكنستعملوا شي يعني سكين يكون ماضي كنقطعوه بالشكل العادي. ومازال انا هنا راه فما خليتوش تبرد، راه تقريبا غير نص ساعه المكانه، وبديت كنقطع فيه باش نصور. وبنفس الطريقه والمقادير فكنقدروا نديروا حتى الخبز بالدقيق الكامل، فحتى هو كيجي يعني صحي اكثر. غير هو كان العباد الماء كيختلف حيت كل واحد والطريقه ديال عفوا الدرجه ديال الامتصاص ديالو. فحتى هو كيقولت كيجي صحي وزوين. فكان هذا هو الشكل النهائي. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات ديال اشياء تباع اصنعيها بنفسك فقولوا عليا نبقى ندير كل مره، علاش لا نحاولوا يعني نغيروا العادات ديالنا ونصنعوا اشياء نعرفوا اشنو فيها احسن من ديال الزنقه. فشكرا بزاف على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله. شكرا.